أهلا ومرحبا بكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا اليوم علاقة بين زوج وزوجته، علاقة مقطوعة إلى 3 سنوات. نعرف شو الأسباب، نعرف كل التفاصيل. الزوج راجع أنه جاي على الاستوديو حتى يرجع زوجته. الزوج هو خالد عمر، منحييه. أهلا بخالد، كيفك حبيبي؟ تفضل. بس بدي أعرفكم على خالد. خالد من سوريا. من وين من سوريا خالد؟ أنا خالد عمر من سوريا، من دمشق. من نفس دمشق، من العاصمة. أهلا وسهلا فيك خالد. أهلا فيك. خالد له 3 سنوات منفصل عن زوجته. السبب أنه كانوا متزوجين وصار عندهم 4 أبناء، يعني ولد و3 بنات، صبي و3 بنات. الصبي شو اسمه خالد؟ اسمه حمزة. حمزة، أبو حمزة. بعد 20 سنة زواج بتكتشف مدامته انه خالد متزوج من وحدة صديقتها، وإلهم 3 سنوات متزوجين، وكان هو مخبى الموضوع عنها. طبعا زعلت وتركت البيت، وهلا في انفصال له 3 سنوات. 3 سنوات. 3 سنوات. بعدك متزوج الثاني؟ لا، طلقت. طلقت الثاني؟ طلقت الثاني. طلقتها. وهي صديقة زوجتك كانت؟ صديقتها المقربة. مقربة. وبالسر عن زوجتك عملتوا كل هالشيء؟ هلا كله كان بالسر. كله بالسر. كله بالسر. كيف قدرت مرقت هالقصة؟ مش عبقري انت. ممكن هو الحظ. حظ؟ زبط معي. زبطت معك؟ حاولت لكن ما زبطت بعدين. هيدي خيانة مزدوجة، خيانة منك انت لزوجتك، وخيانة من صديقتها لإلها. ومعها حق تزعل الست خديجة. أكيد. تترك البيت وتفل هي والأولاد. انت الأولاد عم تشوفهم؟ هلا أنا صار لي 2 ما بشوف الأولاد. ما شفت الأولاد أبدا؟ لا. وسألت عنهم كيف عايشين؟ كنت خابرهم، حاكيهم. بس عم تهتم فيهم؟ هلا يعني انا بعيد عنهم. تعرف عائله واسره، والست لوحدها عم تعطيهم فلوس. طبعا بعطيهم، تبعت له. ايه. بس هي ما كانت تكلمني، يعني انا بحكي معها، بحكي مع الاولاد بس. بتحكي مع الاولاد؟ بحكي مع الاولاد، بطمن عليهم. بطمن عليهم، بشوف شو امورهم. لان نعم. قديش عمره حمزه؟ حمزه عمره 10 سنوات. والبنات اكبر يعني؟ البنات اكبر يعني. قديش الكبير؟ عندي 11 و15 و18. 18 الكبيرة. شو اسمها؟ اسمها رباب. والثانية اسمها ليلاس. وعندي نور الصغيرة. ما شاء الله عليهم. ما شاء الله. رباب شو عم تعمل؟ صارت بالجامعة؟ هلا عم تدرس ثالثة ثانوي. بكالوريا يعني. بكالوريوس. نعم. رح تدخل على الجامعة يعني؟ حتدخل على الجامعة إن شاء الله السنة بتنجح. إن شاء الله. إذا رجعنا إن شاء الله نرجع. يا أبو حمزة، أنت اليوم جاي لعند الست خديجة تقول لها لنقعد مع بعض. أكيد. طيب بهال3 سنوات بركي الست خديجة تغيرت حياتها، في عندها حدا، بركي تزوجت. أنت عندك فكرة شو صار فيها؟ هلا أنا عم بسأل على أخبارها وهي، بس أنا جيت بدي أرجع وصلح غلطتي. نعم. لأني ندمان. زوجتك الثانية وينها؟ صديقتها؟ زوجتي الثانية طلقتها. طلقتها؟ طلقتها. ليه؟ طلقتها لأن اكتشفت إنه أنا خسرت أولادي، وخسرت زوجتي اللي بحبها. وأم أولادي ما لي غنى عنهم. هذا. عندك أولاد منها الثاني؟ لا، ما في أولاد. لا. إنه غير قديم وما بيديم له. شو المثل بيقول؟ غير قديمك ما بيدم لك؟ غير قديمك ما بيدم لك. صح. مش هيك؟ طبعا. يا سيدي نحن وجهنا الدعوة للست خديجة، بعثت لها الدعوة أنا. خلينا نشوف إذا كان وافقت ولا لا. إن شاء الله بتأمل. بنشوف. اهلا استاذ جورج، مشوار النهارده هيكون في اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور للاستاذه خديجه العمري.
الخير. اهلا وسهلا. حضرتك استاذه خديجه؟ ايوه. حضرتك عندك 35 سنه ومتزوجه مظبوط؟ ايوه. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج القرداحي، جاوزه لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. طيب انت كيف عرفتي بيتي ومين دلك علي؟ حضرتك بياناتك كلها عندنا عند فريق الامن، هو هيكلمك ويقول لك على ميعاد التصوير ومكان التصوير. والبرنامج شو البرنامج يعني؟ هو احنا بنختار فيه بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، وحضرتك من ضمن الشخصيات دي. ايوه. مع جورج قرداحي؟ ايوه مظبوط. طيب ماشي. حضرتك قبلتي الدعوه؟ طبعا قبلتها. اتفضلي. شكرا. استاذ جورج، استاذه خديجه قبلت الدعوه، جايه ان شاء الله. باي باي. مع السلامه. فاتني انه لكم قبل الفاصل انه السيده خديجه واولادها عايشين في مصر ب 6 اكتوبر، يعني تركوا دمشق واجوا على مصر، وكمان خالد عايش في مصر. بقى خالد اجى بعد 3 سنوات من الفراق مع زوجته، بده يحاول يرجع زوجته او يرجع هو الى المنزل الزوجي مع اولاده طبعا، لانهم عايشين مع زوجته خديجه. كان تزوج عليها، تزوج ست من اعز اصدقائها، بقى لما عرفت هي بعد 3 سنوات من زواجه، وكان متزوجها من 20 سنه إلها، لما عرفت زعلت وتركت البيت هي والاولاد، بس ما طلقوا. على كل حال خديجه صارت بالخارج، خديجه ناطرتنا، بقى بدنا نقول لهم للشباب خلي يتفضلوا مع خديجه. اهلا وسهلا. اهلا خديجه، اهلا حمزه، اهلا. تفضلوا يا عيوني. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك استاذ جورج. طول عمرك حبيبتي. كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف اخباركم؟ كيف اخبار الشام؟ تمام. تتواصلوا مع الشام دائما؟ الحمد لله. الاهل بخير؟ كلهم يسلموا. والجميع بخير؟ الحمد لله رب العالمين. امورك كيف هون بمصر؟ الحمد لله. ماشي الحال الحمد لله. ماشي. شو بدك تعملي؟ يعني دعين الله. الناس الحمد لله. طمنيني، الاولاد مناح؟ كويسين الحمد لله رب العالمين. رباب شو عم تعمل؟ رباب تمام منيحة حلوة مثل امها؟ طبعا. الله يخلي لك اياها. الله يخليك يا رب. الله يخلي لك اياها. يمكن عم تتساءلي بينك وبين نفسك انه شو السبب دعوتك لهون، سالتيها لسعيد بريد، قالت لك انه في شخصيات بيجوا على البرنامج، بقى انت شخصيه على راسنا وعيننا. الله يخليك. واهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. بكفي ابتسامتك الحلوه. شكرا كثير لك. في شخص هو طلب مني ادعيكي. بقى اكيد يعني بتعني له شيء هذا الشخص. تحبي تعرفي مين؟ بحب اعرف مين. فكرتي يعني شاكي بحدا؟ شاكة بشخص. بركي هدية، طلعي لشوف. اعذريني، يعني بعرف انه يمكن بتفضلك انت ما تشوفي، بتفضلي ما تتواجدي هون اكيد، وراحت الابتسامه عن وجهك فجأة، فان شاء الله ترجع. بتعرفي ليش اجى لهون؟ ما بدي اعرف. هو طلق زوجته اللي خانتك واللي هو خانك معها، طلقها وحس بندم وخطأ وبعث لك رسالة، بدي اقرا لك اياها. بيقول لك حبيبة عمري، بالسوري حبيبة عمري وأم أولادي خديجة، لا يوجد في حياتي أغلى من عشرتنا وبيتنا وأسرتنا، وكلها غالية لأنك جزء منها. أنت التي ائتمنتها على بيتي وأولادي، وكنت دوما على قدر الأمانة. انتبهي، أنا هول الرسائل ما بطلع عليهم قبل، أنا باخذهم هلا قبل ما تفوتي أنت. أما أنا فلم أراعي العشرة وخنتك وجرحت مشاعرك، وأعترف لك أمام الناس أن ما فعلته لم يكن له مبرر، وأنك لم تستحقي مني ذلك. لا يوجد إنسان في الدنيا لا يخطئ يا خديجة،
ولكن الله يفتح دوما باب التوبة، وأنا تبت وندمت على ما فعلت، وأملي أن تغفري لي. كل ما جرى كان نزوة أفقت منها، وأتيت إلى هنا لأعتذر لك أمام الناس، ولأشهدهم أنني نادم على خطئي في حقي وحق الأولاد، وعازم على ألا أعود إليه، وعلى أن أعوضك على كل المرارة التي شعرت بها بسببي. خديجة، بحق العشرة الطويلة ولأجل خاطر الأولاد أسألك أن تسامحيني ونعود معا، والمسامح كريم. بعد شو بدي سامحه؟ معك حق. عشو بدها تسامحك يا أبو حمزة؟ عشو بدها تسامحك؟ بدها تسامحني على صديقتها أعز وحدة لها خنتها معها، ورحت تزوجت عنها بالسر، ما عرفت إلا بعد 3 سنوات. عشو بدها تسامحك؟ بدها تسامحني وأنا غلطت وما في حدا ما بيغلط. وانتي حبيبتي وعمري، واللي مانو قديم مانو جديد، وانا صار لي فتره طويله عم دور عليكي، ما خليت حاره بمصر وبالقاهره 100 مليون وانا عم دور عليكي، لقيتك. ما حاطلع من هون الا ما تسامحيني، انا غلطت بحقك. ما بعرف يعني شو سهل واحد بعد ما يعمل كل شيء بيجي لعند الثاني بيقول له سامحني وانا ندمت. ربنا كريم، بيسامح وبيقبل التوبة، وانت بتأمل منك. أنا بكون مكانها لست خديجة فكر نفس الشيء، إنه بعد شو 3 سنين. احكي خديجة، قولي له 3 سنين اخذت الاولاد وطلعت فيهم، انت ما بتسأل عليهم، على شو بدي سامحك؟ بس عم يحكي مع الاولاد، قال عم يسأل عنهم. بيسأل عليهم بس يعني هو بعيد، هو من بعيد عم يسأل عليهم، بس ان الاولاد بدهم ابوهم. بس انا سألته السؤال، قلت له انت عم تهتم فيهم، عم تساعدهم ماديا كذا؟ بيبعث لهم هو فلوس، بس هو الاب وقت في فلوس عم بيساعد، وقت بيكون قريب غير يعني حمزه يعني عم بيساعد. انا اجيت كمان هي نقطه مهمه، بيساعد، لانه في مرق معنا قصص بيساعد. اباء ما بيسالوا عن اولادهم. لا هو بيساعد. طب انت اللي جرحك اكثر شيء انه صديقتك جرحني، انه صديقتي وتزوج عليكي بالسر وانا ما بعرف. انا ما بعرف يعني لو تزوج وحده غير صديقتك معلش؟ ليش حتى يتزوج يعني؟ مشان شو؟ لا بس عم بقول يعني انه لو كانت وحده غير صديقة ممكن ممكن كنت سمحتي، ممكن. بس هيدي الصديقة اللي كانت معك بنفس البيت وقريبة كثير مني، واسراري معها واسرارها معي، فهذه زعجني اكثر. خيانة مزدوجة. كيف تحملتي هالشيء؟ صعب كان. تحملت، انهارت اعصابي ومرضت، ففكرت انه اولادي لازمهم حدا يرعاهم، فقويت مشان اولادي. برافو عليكي، برافو عليكي يا خالد. لا خديجة، شو انا بالحقيقة عملتك ما بتنعمل. صح، انا ماني متفاجئ يعني بكلامك، بس انا غلطت بس بدك تسامحيني، يعني ما في حدا ما بيغلط، كرمال اولادنا وكرمال العشره اللي بيناتنا. انا بدي افترض رح تسامحك، بدي افترض يعني هي ما بعرف، بدي على اي اساس؟ على اساس انه نرجع مثل ما كنا واحسن وننسى الماضي ان شاء الله، وعوضك عن الايام المراره اللي شفتيها شو بقدر ساوي وشو تطلبي، ما في مشكله. انا ندمان، يعني ندمان كثير مشان اولادنا بعدين. ليش ما فكرت باولادك قبل ما تتزوج؟ لا انت شو ما حكيتي، انت معك الحق، بس يعني لازم تسامح. شو بيقول غوار، يخرب بيت الحب شو بيزل، ما هيك؟ ربنا كريم، نسامح وانت بدك تسامحي. سألتي انه بعد ايش؟ معك حق،
وانا سالته قبل انه بعد ايش؟ انه واحد بيعمل عملته وكذا وبيجي بعدين بيقول سامحوني. معك حق، بس من منا لا يخطئ يا ام حمزه؟ مين منا لا يخطئ؟ بس انا ما رح انت، اخوك، ابوك، كل واحد منا يخطئ. وندمان، مرقوا 3 سنوات، ايه مرقوا، بس يعني شاعر بالندم الرجل. ومفتقدك، لانه انا حكيت انا وياه، عم بيقول لي انه ما بيدم لك الا قديمك، يعني جديدك ما بيدم لك. هيدي الست اختلف معها وطلع انه مش مثل ما كان مفكر، ولعبت له بعقله شوي، نزوي مثل ما قال لك بالكتاب، نزوي مرقت. بقى انت هل بدك ترجعي تنقذي عائلتك؟ لانه انا مثل ما بشوفه، والكاميرا بتفضح، انا بقرا بالكاميرا وكل الناس بيقروا، حتى المشاهدين بيعرفوا انه ببين الانسان اذا صادق ولا لا. انا شايفه صادق، واحد غيره ما بقول لك لا، بس يعني حالي ثاني غير حالتك نحن وحالته. فيه بلاء عايشين. ايه معلش، بس الى متى؟ انت يمكن انت منك بحاجه له، بس بتعتقدي رباب مش بحاجه له، نور مش بحاجه له، حمزه مش بحاجه له، شو اسمها الثانيه اسم الله؟ ليلاس مش بحاجه له. اب والبنت بهالعمر هلا اكثر وحده محتاجت له رباب. هن كانوا صغار وقت تركوا. ايه بس هن هلا لما صاروا بالمراهقه هن بيحتاجوا للاب اليوم. انت مش محتاجتيه اكيد، وانت يمكن طويت الصفحه، بس بالنهايه في عائله، في اسره، في ابنه حمزه 10 سنوات بده يكبر. بتعتقدي ممكن يكبر هالولد من دون اب؟ اجت فرصه انه هذا الاب يندم ويرجع عن خطأه ويقول يا عمي انا اخطأت. لا، ما بيمشي الحال. ليه؟ خلاص شلته من حياتي. عارف، بس السؤال بيني وبينك، في حدا بحياتك شيء ثاني؟ لا. معلش لو سألت السؤال لا. حقي اسأل. لا عم تفتشي على حدا؟ لا، أنا بس بدي ربي أولادي وبس. أخلاقه كيف؟ عادة قبل ما تطلقوا أخلاقه كويسة. أخلاقه كويسة. عنده شيء؟ أنا هذا اللي فاجأني فيه، إنه بس إنه بيشكي من شيء؟ لا يعني بأطباعه، بعاداته، بيشكي من شيء كرجل بالبيت يعني؟ لا. بس أنت شلتيه من حياتك لأنه خلص، لأنه جرحك بقصة، جرحني بقصة صديقتي. يعني بتحمليه كل المسؤولية هو؟ كان أنا بدي أحملها كل المسؤولية؟ لا، بتحمليه كل المسؤولية. طبعا بدي أحمل مسؤولية الخطأ. طبعا. ما بتحملي نصها لهديك الست اللي كانت صاحبتك؟ بس هو الأساس. إيه هو الأساس؟ هو الأساس، وكمان يعني صديقتي أنا ما بحب إني أتذكرها أبدا. خلص هديك حذفناها طبعا. بس هديك ممكن تشيليها من حياتك نهائيا، مش هيك؟ لأنه ما لها علاقة فيك بقى، بس هو بعده بي أولادك. مش سهل تقولي والله شلته من حياتي، مش حتشيليه. بس أنا كيف بدي أقدر أنسى؟ طيب كيف أنسى هذا الشيء اللي صار؟ والله بتعرفي إنه بدي أقول لك شغلة يا أم حمزة، إنه الله أنعم على الإنسان بنعمة النسيان. ينسى الوقت، بنسي. ويمكن أنت نسيتي، يعني بهال3 سنين ختم الجرح. الجرح بده بس أسبوع. كثير قاسيت. ختم. كثير قاسيت. أنا بعتقد انختم وبلسمتي جراحك، وبشوف إنه مناسبة هالرجل إجا من خلال هالبرنامج بثقته فينا، حب إنه نكون شهود على عودتكم لبعض. طبعا الله هو الشاهد. هذه فرصة. تفضل خالد، فيك تحكي شوي لأنه ما بدي طول كثير، القصة ما بتستاهل كثير، خلصنا، الماضي مضى. في الأولاد بدنا نشوف مستقبل الأولاد، بدنا نشوف بس يكبروا شو بدنا نعمل، كيف بدنا ندير بالنا عليهم، كيف بدنا نكون متضامنين مع بعض حتى ندير بالنا عليهم. الأب موجود الحمد لله، صحته منيحة، مش متوفي لا سمح الله، مش يتامى، بقى موجود وما في شيء. عم تقولي أخلاقه طيبة كويسة، رجل منيح، فإذا عمل هالنزوة هيدي ومرق، خلص مرقت راحت. احكي تفضل. لا يا خديجة، يعني أنا جرحتك جرحة كتير قوي بس يعني نزوة ومضت وراحت خلاص وانتهت، طلعت من حياتي نهائيا. انتو حياتي وانتو
مستقبلي، أولادك، أولادنا، لازم نكون معهم أنا وياكي، ما نتخلى عنهم بهالوقت هذا، لأنه هلا هن بمرحلة كتير حرجة، لازم أكون أنا موجود. معلش أنت يعني متضايقة ومتأثرة، خلينا ننسى الماضي ونطلع على المستقبل. ما مستقبلنا نحن هلا، صفي مستقبل أولادنا. خالد، أنا بدي أسألك سؤال أكيد خديجة بدها تسألك إياه. يعني بكرة شفت لك وحدة حلوة مثلا، ترجع تعمل فيها نفس الضرب؟ لا أكيد، ما خلص، أكيد خلص. أنا يعني احلف لها، عانيت. أقسم إلا والله العظيم ما عاد فكر بهالأمور ولا أشوف حدا غيرك. أنت دنيتي وحياتي وعمري. حلو، صدقيني. طلعي فيه، شوفي ندمان مسكين، يعني ما ناطر منك إشارة، بس قولي له إذا في عندك أي شيء. ولو ما بدي إياك إنه ما كنت إجيت دورت عليك وما خليت مكان، وهيك أنا قدام الجمهور قدام الناس جاي أعترف لك إني أنا غلطت، وربنا بيسامح وأنت مفروض تسامحيني. معلش، أنا حبوس راسك وإيديكي. بتعرفي أم حمزة، كرمال أولادنا. بتخيل أنا أحلى هدية بتعمليها للأولاد إنك ترجعي أنت وياها. شوف رباب شو بدها تقول وكلهم. أحلى هدية، لأنه ما في سبب بقى، خلصنا. ومن منا لا يخطئ، من منا لا يخطئ. في خيانات أعظم من هيك. تجوز على سنة الله ورسوله، أخذ البنت وبعدين اكتشف إنه ما بتسوى ضفرك، طلقها. وجا يعتذر منك، يرجع لك اعتبارك قدام ملايين الناس، قدام كل أهل سوريا، كل أهل مصر، كل العرب. ما تتصوري قديش في ناس عم يشوفوا هالبرنامج. وجابك ويعني وطلعك على التلفزيون والله اني قرأت بعيونك لما دخلتي طيبة قلبك وطيبتك، وعرفت هو ليش ندمان. هلا عرفت انا ليش ندمان، عرفت ليش ندمان. اللي بيكون عنده جوهرة مثلك ما لازم يفرط فيها، مش هيك؟ أكيد. عم بعبر عنك منيح أنا؟ أكيد والله. شكرا لك يا أستاذ، والله أنت جوهر أب، معلش، وقلبك كبير، كرماني وكرمان الأولاد. مكفينا نحن مشردين، يعني نحكي إن شاء الله بنرجع لبعض وبنرجع على سوريا معنا أولادنا إن شاء الله. والماضي خلص إن شاء الله تروق الأحوال بسوريا وترجعوا على بيوتكم وعلى حيكم وعلى عاداتكم وعلى أهلكم. هذه شو؟ إن شاء الله يا رب. خلص، كرمالك أستاذ جورج. بدك تسامحي؟ خلص سامحتك، كرمالك بس. كرمالي وكرمال الأولاد وكرمال الله. من قلبي سامحتي؟ سامحتك. مسامح كريم. سامح كريم. ولك المسامح كريم. أعطيه إيدك هلا. أنا ما بتستاهل اللي عملته فيها، بس خلص انت اقسمت خلصنا. بدك تدير بالك عليها إن شاء الله. إن شاء الله. ايه، وتدير بالك على الاولاد، وهيدي ام الاولاد. الله يخليكم لبعض. خلص نرجع بنعيد صفحه جديده وحياه جديده ان شاء الله. وانا هيك بتخيل قديش رح يفرحوا الاولاد هلا. بس ان شاء الله.
شكرا 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 لك استاذ. شكرا حبيبي، شكرا على ثقتك والحمد لله، وشكرا لك شكرا لك. انك انت متجاوبه وسمعتي، والله يخليك. شكرا، الله يسلمك. بالتوفيق ان شاء الله. يلا حطوا ايديك في بعض. يعني في خفر، انا كنت متوقع انه تكون ضمته اكثر، بس هو شوي هيك مثل ما بيقولوا خجول ومجبجب شوي. على كل حال الله يوفقهم، هيدي عائله رجعنا الشمل، وان شاء الله الاولاد يكبروا برضاهم وبحنانهم. الى اللقاء مع قصص جديده والمسامح كريم.